وصف الحور العين في الجنة. تيرارا 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 تيرارا. الحور العين في الجنة أجسامهم بيضاء شفافة. أيتها الشفافة اللماحة العادية الجميلة، أيتها الشهية البهية الدائمة الطفولة. بيضاء شفافة. ومنين بيضاء ومنين شفافة يا عم؟ الشفاف ده ملوش لون، والابيض لونه ابيض. وبعدين لو شفافة يعني ايه لازمتها؟ نشوف ايه؟ ما هي شفافة يعني، نشوف اللي وراها يا فرحتنا. الحور العين خدها الخد بتاعها وكأنك تنظر إلى مرآة، تبص في وشها أكنك شايف نفسك في مراية. هي مش كانت بيضاء شفافة؟ دلوقتي مش شفافة ايه؟ دلوقتي في كأنها مراية اشوف نفسي، وبعدين اشوف نفسي ايه يا عم؟ ما انا طايق نفسي بالعافية، اروح الجنة برضه افضل اشوف نفسي؟ عاوز اشوفها هي. ايه ده؟ استفدت ايه انا كده بقى؟ الحور العين عيناها واسعة شديدة البياض مع شديدة السواد، أجمل لونين مع بعض، الأبيض والأسود، وبيضة قوي وسودة قوي. أجمل عيون في الكون أنا شفتها، الله عليك الله على سحرها. طب اللي غاوي بقى عيون ملونة، عين زرقاء، عين خضراء، عين رمادي، عين مش عارف ايه، عين حمراء، يعني الموضوع ده كده مش جاي سكة معاه، ما ينفعش. بعدين ايه؟ سوداء بيضاء. بحبك باستمرار، بحبك طول العمر، يا اجمل ما في البيض، يا احلى ما في السمر. او يقول لك ايه؟ الاغاني حرام. اغاني ايه اللي حرام بقى قدام الكلام ده؟ يقول لك اصل كلام الاغاني بيحرك المشاعر ويخلي الانسان مش عارف ايه ويقلبه. طيب انتوا كلامكوا ده يعمل ايه؟ ده ما بيحركش القلب، ده بيحرك الوجدان. وخدوا بالكوا ده ابسط كلام جبته في الموضوع ده فيه بلاوي وانتوا عارفينها طبعا طبعا طبعا. امال العيال هتروح ترمي نفسها في الحرب ازاي، وتعمل فتوحات ازاي، وتفجر نفسها ازاي؟ ما انت يعني اغويه عشان يديك، اديه يديك فيروح يدي. لازم تاكل عقله. فتاكل عقله ازاي بالكلام ده؟ و... لا اللي طالع في الفيديو ده، انت يا ابني انت مالك بتتكلم كده ليه؟ اوه هما كلهم بيتكلموا كده، انت بتقلدوا بعض حتى في طريقه الكلام وطريقه الالقاء. ما فيش حد له شخصيه خالص فيكم، ولا بتفهموا ولا بتعملوا نفسكم شخصيه في الالقاء حتى. بصرف النظر بقى عن ان هي حضرتك في القرآن حور عين، مش الحور العين، ولا الحور عين، ولا حور العين، هي حور عين. ومعناها غير خالص اللي انت فاهمه واللي انتوا فاهمينه واللي وصل لكم. ونساء ومش نساء خالص خالص، معناها حاجة تانية ونبقى نتكلم فيها ان شاء الله. الناس اللي فاهمة واللي بتعقل هتقتنع جدا بالكلام اللي هيتقال، لكن انتوا هتتصدموا. ومش هتتصدموا، لا هترفضوا. اصلا ده مش بعيد يعني لو حد فيكم اقتنع يسيب الاسلام. لا كده ايه ده يعني؟ في الاخره مفيش؟ لا لا يا عم، ده انا كنت ماسك فيه عشان كده. ده انا لا، حور عين طبعا لها مراد تاني غير اللي هما فاهمينه ده خالص، وملهاش علاقه خالص باللي هما بيتكلموا فيه. و بس انا حبيت اجيب لكم يعني فيديو كوميدي تتفرجوا عليه، وهو نفوق الناس شويه من الهطل اللي بيتعرض عليهم والخرافات اللي بتتقدم ليهم. اتمنى يعني اكون بساعد ولو بنسبة 1 في المليون، ان في ناس تبدأ تفوق من الغفلة والسياقة بتتساق. احنا كنا متساقين. ف الحمد لله انا عمري ما كنت متساق، الحمد لله. اه والله، يعني عمري ما كنت مصدقه. بس فكرة ان انا اتكلم بقى يعني جديدة.
بالشكل ده، ان انا افضل ان انا اتابع ومواظب. انا داخل في 5 شهور اهو بقدم نفس المحتوى، فده لا جديد عليا. فانتظروا ان شاء الله كل جديد، وقريب ان شاء الله نتكلم في فيديو نقول فيه يعني ايه حور عين بالقرآن الكريم وايه المراد منها. شكرا، السلام عليكم.